حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. يا جماعه اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده البرص الفلاح الطريه. المقادير بتاعتنا كيلو دقيق هنحط عليه كوبايه ونص. دي الكوبايه ديت زبده فلاح، هنحط عليها نص كوبايه زيت، نص الكوبايه زيت. كيلو دقيق عليه كوبايه ونص زيت وزبده. ودي كيس واحد خميره من ديت حطيته بحبه الميه وحبه السكر وسبته يخمر مع بعض. هنبس الدقيق مع الزبده بالزيت كده اهوت في قلب بعضه يتغلف. هنغلف الدقيق في الزبده في السمنه في الزيت عشان يتغلف كله في قلب بعضه. هنبسه كده في قلب بعضه. اتمنى تجربوا الوصفه ديت وان شاء الله هتعجبكم. كده انا كده بسيت الدقيق في قلب السمنه. العجينه بقت عامله كده. هنزل عليها بعد كده بالخميره. دي كيس خميره مع حبه الميه مع حبه السكر، سيبهم يتفاعلوا مع بعض وبعد كده هننزل بيها على العجينه. بعد كده هننزل بربع كوبايه سكر، احنا بنحبها مسكره شويه. هنحط ذره ملح بس تسكرنا بس للعجينه. هنبسهم مع بعض كده. هننزل عليها باللبن زي ما تاخد باللبن. لو في لبن رايب افضل، لو مش موجود الحليب موجود عادي. لو اللبن الرايب مش موجود في لبن حليب عادي يسيب، اللي موجود يسيب. هننزل عليه بمعلقه لبن بودر، لو موجود مش موجود عادي استغنى عنه، بس دي بتخلي العجينه مسكره وبتديها طعم وبتخلي العجينه طريه وجميله خالص. هنزل حوالي معلقه او معلقه ونص كده حسب ما انت عايزه لبن بودر. هننزل بمعلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر عشان يخلي قلب البورصه هشه كده وحلوه. كيسين فانيليا عشان ريحتها بس، وعلبة زبادي. لو عشان اللبن بتاعي حليب مش رايب فحطيت زبادي، حطيت كوباية زبادي معايا. وهنحط حبة سمسم للعجينة، لو موجود مش موجود مش مشكلة يعني، مش هنعطل روحنا على حاجة. نبس العجينه في جانب بعضيها كده، نعجنها في جانب بعضيها. انا بس عايزه شويه لبن صغيرين. لغايه لما نلاقي العجينه لمت خالص كده. خلاص كده هنسيب العجينه 10 دقايق او ربع ساعه وهنرجع لكم بعد ربع ساعه نشوف العجينه.
طبعا يا حبايب قلبي اهيت العجينه بعد ما خمرت قعدنا يجي نص ساعه، ولعنا الفرن وسيبناها في يجي نص ساعه. بعد ما الفرن دفي طفيناه وسيبناه في الفرن يجي نص ساعه. هنعمل الحشوه بتاعتها. ادي 3 معالق من القرفه، وادي حشو الهريسه. الناس اللي عايزه تحشيها عجوه بتحشيها، الناس اللي عايزه تحشيها ملبن بتحشيها. مش متوفر دي ولا دي، اللي متوفر الموجود اللي في البيت هتعملي دي. وادي عجينه الهريسه مع القرفه، وادي شويه سكر على معلقتين زيت. هنقلب عشان تمسك المكونات دي كلها في قلب بعضها. اصبحت بالطريقه دي. هنمسك بقى العجينه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب حته من الحشو ونحطها فيه. العجينه بسم الله ما شاء الله عامله زي المعلقه. انا مش عايزه البورصه تكون كبيره جوه بتاعتها، عايزه يا دوبها كده عشان لسه هتخمر في الصينيه وتدخل الفرن. اهي البورصه بتاعتنا اهي البورصه بتاعتنا اهي اهو. خلصت تغطيها وبرجع لكم تاني بعد ما نسويها. بص عليها على كده يعني. طبعا اهو يا حبايب قلبي بعد ما قطعنا القرص اهو وولعنا الفرن وسيبناه يسخن، هنوطي خالص من تحت اهو وهنحط القرص وهنشوف مع بعض. بعد ما نطلعها هنشوفها مع بعض. بعد ما توطى خالص نوطي عليها من تحت خالص وتاخد لون من تحت. بعد كده بنحطها تحت الشوايه تاخد لون من فوق، وبعد كده هنشوفها مع بعض. فضيناها بعد القرص بعد ما استوى. هوريهولكم ازاي في الفرن عملت ايه. دي تاني صينيه اهي بعد ما خدت لون من تحت اهي اهي. هنحطها جنب تحت الشوايه اهي تاخد لون من فوق اهي. دي القرص اهي بعد ما طلعناها وسويناها وطلعناها هي تقلبها هشه اهي وجميله اهي زي القطن. حبايب قلب اهو دي الصينيه التانيه اهو بعد ما استوت اهو. شايفينها اهي من فوق ومن تحت اهي زي الورده اهي اهي. هنفتح مع بعض واحده ونشوفها اهي. نفتح مع بعض واحده ونشوفها اهي اهي طريه وزي الورد زي القطن. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ معنا.